الناس اللي ما بتحبش الكول سلو علشان خاطر البصل اللي فيها، النهارده ان شاء الله هعمل لكم سلطه من غير بصل، وقريبه جدا من الكول سلو وهتحبوها، وان شاء الله انا متاكده انها تعجبكم. السلطه النهارده هنحتاج فيها الكرنب، ممكن تستخدموا الكرنب الموف او اي كرنب متوفر عندك هينفع. هنحتاج معاها كمان جزر، وهنحتاج خس للتزيين، وهنحتاج المايونيز. تعالوا يلا مع بعض نبدأ نشوف هنعملها ازاي. نفس التكنيك بالظبط بتاع الكول سلو، هو بنقطع الخضار بتاعنا تقطيع رفيعة وبنخلطه مع بعض وبنجمعه بالمايونيز. على حسب الكمية اللي هتعمليها هتحطي كمية مايونيز، اهم حاجة ان كمية المايونيز تكون كفاية عشان تجمع كل الخضار مع بعضه. بحط معاها بقى كمان حاجة مفيدة جدا ومغذية جدا وقيمتها الغذائية عالية، هترفع من القيمة الغذائية للسلطة. بحط معاها حمص مسلوق. بالنسبة للدريسنج بتاعها عبارة عن خل وملح وبس. طيب ممكن الناس اللي ما بتحبش الحمص المسلوق تستبدله بايه؟ تستبدله بالذرة الاصفر السكرية اللي بنجيبها من العلب، او الذرة اللي بتبقى فروزن في الاكياس، بنقطعها ونضيفها على السلطة بتاعتنا. بنقلب كل المكونات بتاعتنا مع بعضها وبنجمعها بالمايونيز، وبنحط شوية الخل والملح، ممكن تضيفوا معاه شوية فلفل اسمر كمان لو حابين. وفي كمان بنحط معلقة عسل، وده سر الطعم الجميل بتاع السلطة دي. اهم حاجة بقى ان احنا بعد ما نعملها ما ناكلهاش او ما نقدمهاش قبل ما يفوت نص ساعة عليها عشان يبقى طعمها احلى واحلى. جربوها وقولوا لي رأيكم، وانا واثقة ومتأكدة انها هتعجبكم ان شاء الله. بصحتين وهنا.